رقم موبايل ليك عشان نقدر نتواصل معاك بإذن الله لو بياناتك مناسبة لصاحبة الإعلان. البيانات زي مكان الإقامة وسنك وحالتك الاجتماعية ومؤهلك الدراسة وعمل حضرتك. ربنا يجعلنا سبب بإذن الله إن احنا نقدر نساعد الناس كلها ونكون عند حسن ظن الجميع بإذن الله. عرض اليوم لمدام مطلقة وبترغب في الزواج والاستقرار مع شخص مصلي وملتزم يتقي ربنا فيها ويصونها ويكون سند ليها. أرجو من حضراتكم مشاهدة العرض جيدا من البداية للنهاية عشان تكون عارف جميع التفاصيل الخاصة بالعرض. عقد العروسة هو 408 زي ما أنا قلت لحضراتكم لمدام مطلقة. مؤهل فوق المتوسط، بتعمل في وظيفة محترمة ولها دخل ثابت، لديها أولاد يقوموا معها في منزل أهل منذ طلاقها أو انفصالها عن زوجها السابق. هي متكفلة بجميع مصاريفهم ونفقاتهم الشخصية وأيضا والدهم السابق. قلت لحضراتكم هي بتدور لولادها على أب يكون سند ليهم وفي نفس الوقت يكون سند ليها، لأن والدهم أو زوجها السابق شاف حياته واتجوز وبقى عنده بيت تاني، وفي نفس الوقت زي ما أنا قلت لحضراتكم هو برضه بيسأل على أولاده متكفل بجزء من مصاريفهم، وفي نفس الوقت الأم متكفلة بالجزء الباقي. يعني اللي بإذن الله اللي يتواصل معاه وهيتقدم ليها أو هيكون زوجها إن شاء الله في المستقبل مش هيكون ضمان اي حاجه لاولادها او هيكون متكفل باولادها في اي شيء. زي ما انا قلت والدهم وامهم هم متكفلين بجميع مصاريفهم ونفقاتهم الشخصيه. ربنا ييسر للام ان شاء الله ويرزقها باللي يستاهلها ويكون سندها. مكان اقامتها مصريه، تقيم في محافظه الغربيه. السن 42 سنه. ملحوظة هامة جدا، هي لا تقبل التعدد نهائيا لظروف خاصة بها. يعني يا ريت اللي تواصل معايا بخصوص العرض ده ما يكونش بيدور على زوجة تانية علشان اقدر اساعده واخليه يتواصل بإذن الله مع صاحبة الإعلان. قبل ما نقول لحضراتكم مواصفات الزوج اللي هي بترغب بالارتباط به، بحب افكر حضراتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو تشجيعا ودعما منكم لنا علشان نقدر نستمر في نشر المزيد والمزيد من عروضنا ونقدر نساعد كل الناس الجادة في إيجاد الشخص المناسب ليهم. وبحب اشكر كل الناس اللي بتتواصل معانا وبتتفاعل معانا على فيديوهاتنا، وبقول لهم احنا مستمرين بيكم وبدعمكم، ويا رب نكون عند حسن ظن حضراتكم دايما بإذن الله. ونرجع تاني ونكمل باقي تفاصيل العرض لحضراتكم ونقول مواصفات الزوج اللي هي بترغب بالارتباط به. يكون إنسان محترم وعلى خلق، ملتزم ومصلي، قريب جدا منها في السن، يكون في منتصف الأربعينات أو أوائل الخمسينات، مش أكبر من كده أو أصغر من كده. ويكون مطلق أو أرمل لأن زي ما قلت لحضراتكم هي لا تقبل التعدد نهائيا لظروف خاصة. ويكون أيضا لديه شقة الإقامة فيها معه بعد الزواج بإذن الله، لأن زي ما قلت لحضراتكم هي بتكون في منزل أهل منذ طلاقها أو انفصالها عن زوجها السابق. وفي نفس الوقت يكون قادر إن هو يفتح بيته، يكون قادر يتحمل المسؤولية، ومفيش أي مانع بالنسبة لها إن لو عنده أولاد يقوموا مع أولادها، مفيش أي مشكلة بالنسبة لها. الجدية في طلب الزواج منها إن هو يكون من داخل المحافظة اللي هي بتقيم فيها، لأنها لا ترغب في الإقامة خارج بلدها بسبب ظروف عملها ودراسة أولادها. فربنا ييسر لها كل الخير بإذن الله ويرزقها بالشخص المناسب اللي يتقي ربنا فيها ويصونها ويكون سند ليها. طريقة التواصل مع أخوها الكبير وهو ولي أمرها، فعلى من يجب بياناتها مناسبة ليه